في حاجة كده ممكن لو وصلنا لها توفر علينا حرق كهرباء وطاقة كتير جدا، انك تقول لنفسك بمنتهى البساطة الحاجة او المحتوى اللي ما يعجبكش انت مش من جمهوره. فكر مع نفسك ثواني كده قبل ما تخش خناقة مثلا على حاجة مش عاجباك وتتكلم وتتنرفز وتعلى جدا بأدائك. وارد جدا يكون اصلا الحاجة اللي انت دخلت خناقة عليها دي مش موجهة ليك اساسا. ممكن جدا تقول لا، انا بدخل ساعات في مشادات في محتوى او في حاجات تهمني جدا وحاجات انا معني بيها بشكل كبير. طب تعالوا نقول حاجة، اي محتوى في الدنيا في ناس كتيرة جدا بتقدمه، مفيش محتوى حكر على شخص بعينه. يعني وارد جدا تكون داخل الخناقه دي مع شخص بيقول كلام هو مش عارف يقوله بطريقه مناسبه ليك، او مش دي الطريقه المناسبه لذوقك. فبالتالي دور كده وشوف حد يكون هو بيتكلم قريب جدا لافكارك، بيستخدم مفردات شبه بتاعتك، لكن ما تروحش بقى تخش في معارك مش هتروح في اي حته مع ناس هي اصلا مش بتكلمك. بطبيعه الحال مفيش حاجه بتتعمل لكل الناس، كل حاجه بتستهدف جمهور معين وناس معينه. طالما ان انت بتتخنق جدا منها وبتستفز جدا منها، فبمنتهى البساطه قول لنفسك الموضوع ده مش موجه ليا اصلا، والشخص اللي بيقدمه او بيتكلم فيه هو كمان مش عارف يكلمني بالاسلوب اللي انا بحبه، فخلاص ده مش موضوعي اهتم بيه ليه من الاول. وبصراحه كمان يمكن انا عندي وجهه نظر، جمهور اي حاجه هو شبه الصحاب كده، انت في الاخر صحابك بنسبه كبيره مشتركين معاك في افكار، في اتجاهات، في اسلوب تربيه، فبتلاقي برضو ان اي حاجه انت بتحبها هي الكلام المستخدم فيها او الطريقه اللي بتتقال بيها هي طريقه قريبه منك. نقوا دايما المحتوى او الكلام اللي وانتوا بتسمعوه او بتهتموا بيه تحسوا طول الوقت ان هو قريب منكم بشكل او باخر. لو الكلام ده دلوقتي نور لك لمبه كده ان انت تهدى شويه وما تخشش مثلا في انفعالات في حاجات مش موجهه ليك، ده يبقى شيء كويس جدا. ولو حسيت ان في حد الكلام ده ممكن يفرق معاه، ممكن جدا تعمله منشن في الكومنتات.